ورحمة الله وبركاته طلاب تانية ثانوي، يا رب دايما موفقين، ويا رب دايما بخير، ويا رب دايما في احسن حال. ان شاء الله باذن الله دلوقتي هنحل مع بعض نموذج امتحان 8 محافظة الاسكندرية إدارة المنتزه أول التعليمية. بيقول لي شخص وزنه دبليو، الوزن دايما يا دكاترة هو القوة، يقف بقدم واحدة على الأرض، فإذا كانت مساحة تلامس قدمه مع الأرض إيه؟ فإن الشخص يؤثر على الأرض بضغط يساوي، هو الضغط بيساوي القوة على المساحة اللي هو بيأثر بيها. القوة هنا هي وزنه، المساحة اللي بيأثر بيها إيه؟ يبقى دبليو على إيه؟ سؤال 2 بيقول لي إذا كانت الكثافة النسبية للجليسرين 1.26%. الكثافة النسبية للجليسرين، أقدر أجيب كثافة الجليسرين فأضرب ده في 1000، يديني 1260 كيلو جرام على المتر تكعيب. كده احنا جبنا كثافة الجليسرين، فإن كتلة 1 لتر، تمام، 1 لتر ده حجم، اللتر ده حجم، فأنا عايز أحوله من لتر لمتر تكعيب. من لتر لمتر تكعيب بضرب في 10 أس سالب 3، يبقى واحد اخده اضربه في 10 أس سالب 3 بقت بالمتر تكعيب. كده معايا الحجم ومعايا الكثافة، عايزين نجيب الكتلة. الكتلة المفروض بتساوي الكثافة في الحجم، تمام. الكثافة اللي هي 1260 في الحجم اللي هو 10 أس سالب 3، فناتج يطلع لي 1.2، تمام. 1.26 برضو، فالإجابة الصحيحة هنا رقم باء. سؤال 3 بيقول لي عند استخدام بارومتر لقياس الضغط الجوي يفضل استخدام سائل ذو كثافة مرتفعة ولا سائل ذو كثافة منخفضة ولا غاز لا، هو سائل ذو كثافة ايه مرتفعة، تمام. ليه؟ لو السائل كثافته مرتفعة، تمام، يبقى نستخدم انبوبة صغيرة، لكن لو السائل كثافته صغيرة يبقى نحتاج انبوبة كبيرة جدا، تمام. يعني مثلا لو انا استخدمت الزئبق اللي هو كثافته 13600، بحتاج انبوبة طولها ما يتعداش الواحد متر، وممكن اقل من كده. لكن لو انا استخدمت المية، هبص الاقي ان ارتفاع الميه اللي بيكافئ الضغط الجوي ممكن يوصل ل 10.3 متر، يبقى انا كده محتاج انبوبه 11 متر تقريبا، تمام. فعمليا مش هقدر احقق ده، يعني مش هقدر احط كده في تجربه انبوبه طولها 11 متر، لان الكثافه بتتناسب عكسي مع ارتفاع السائل. فكل ما هجيب كثافه سائل كثافته صغيره، فانا كده هحتاج لانبوبه ارتفاعها اكبر، فده مش هينفع معايا. سؤال رقم 4 دكاترة بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الحجم وبين الكتلة لأربع مواد مختلفة، فإن المادة نقط لها أقل كثافة. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما أقسم الحجم، تمام، على الكتلة، ده هيديني واحد على الكثافة، لأن الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، يبقى حجم على كتلة يبقى واحد على كثافة. يبقى الميل عندي هو واحد على كثافة. هو مين أكبر ميل؟ أكبر ميل هو إيه؟ يبقى أكبر ميل يعني أكبر واحد على رو، تمام، دي أكبر حاجة. طيب من الاخر، اللي ميله كبير هيبقى كثافته ايه؟ ده الميل اهو، تمام. هنا الميل عكسي مع الكثافه، اللي ميله كبير كثافته صغيره، هنا اللي ميله كبير كثافته صغيره، بقى اقل كثافه عندي هو مين؟ اقل كثافه عندي هي ايه؟ فالاجابه الصحيحه هنا ايه؟ بارومتر زئبقي قراءته عند الطابق الارضي. عند الطابق الارضي ده اتش واحد، احنا قلنا مليون مره دلوقتي في الامتحانات اللي فاتت، السؤال ده بيتكرر كتير جدا في كل الامتحانات تقريبا. تحت بحط البارومتر واخد قراءته دي الاتش واحد، فوق اخد قراءته دي اتش اتنين، وعند الطابق العلوي هو مديني كده الاتش اتنين اهو. فاذا كان ارتفاع المبنى دي الاتش بتاعت المبنى، فان متوسط كثافه الهواء بين الطابقين يساوي، انا عندي قانون بيقول لي ان الدلتا رو بتاعت الهواء، متوسط كثافه الايه؟ الهواء، يعني في الاتش اللي هي بتاعت المبنى، بتساوي الرو بتاعت الزئبق في الاتش واحد ناقص الاتش اتنين، تمام. متوسط كثافه الهواء اللي هي الدلتا رو بتاع الهواء في، عندي بقى الاتش بتاعت المبنى هنا هي بالمتر نخليها بالسنتي، يبقى دي 200، ونحط كمان صفرين، الصفرين دول معناهم كده ان انا حولت من متر لسنتي، بيساوي 13600 في اتش واحد اللي هي بالسنتي برضو 76 ناقص 74 و15 من 100. طبعا كل اللي انا اعمله هاجي جاي هنا كده وقاسم على كام؟ على الاتنين، صفر 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 صفر، ونطلع الناتج. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى دلوقتي معانا 13600 في، افتح قوس، 76 ناقص 72، 74 و15، ايه في القوس على 20000، فيطلع الناتج تقريبا 1 و258
تمام. يعني 1.26 تقريبا، فالإجابة الصحيحة هنا رقم د. سؤال رقم 6 بيقول لي الشكل المقابل يوضح إناء يحتوي على سائل، فإن النسبة بين ضغط السائل عند النقطتين A و B نقط. هو طبعا موضح إن هو قافل لي السائل هنا. تمام. طيب واحد الله كده وصلى على الحبيب. عايزين نجيب الضغط عند النقطة A على الضغط عند النقطة B. بيساوي اللي فوق A الارتفاع اللي هو X ده، يبقى دي رو بتاعت السائل في الجي في الارتفاع اللي فوق اللي هو X. طب بالنسبة لبي ادي رو في جي في الارتفاع بقى من هنا لحد فوق خالص، فدي 1.5 اكس واكس يعني 2.5 اكس. تمام. هنيجي بقى دلوقتي نطير الاكس مع الاكس، رو جي مع رو جي، يتبقى لي 1 على 2.5. 2.5 دي اللي هي 5 على 2، يبقى الناتج يطلع لي 2 على 5. يعني ده يعتبر 1 على 5 على الاتنين، مقام المقام يطلع بسط، يبقى 2 على كام؟ 2 على 5. فالإجابة رقم ج. بيقول لي عند فتح صمام اسطوانة غاز مضغوط يتوقف تسرب الغاز منها عندما يصبح ضغط الغاز داخل الاسطوانة. يعني لو افترضنا ان دي اسطوانة اهي، تمام، عمال يطلع منها الغاز. هو الغاز بيطلع من الاسطوانة عشان الضغط جوه اكبر من بره. طب اول ما يتساوى الضغط جوه مع بره، يعني الضغط هنا اصبح زي بره بالظبط، مفيش حاجة هتخرج لبره. تمام. يبقى لما يصبح مساوي للضغط الجوي مفيش حاجة هتخرج للخارج. سؤال 8 بيقول لي الشكل المقابل يوضح أنبوبة ذات شعبتين تحتوي على ثلاثة سوائل، فإن اتش دبليو في الفرع بي يساوي نقط سنتي. احنا دلوقتي لما نعمل سطح فاصل بالشكل ده كده، الضغط هنا هيساوي الضغط هنا. تمام. مين اللي بيضغط هنا؟ شوية المية زائد فوق الضغط الجوي. طب مين اللي بيضغط هنا؟ الزيت زائد المية زائد كمان الضغط الجوي. تمام. طيب يعني الرو بتاع الوتر اللي الناحية دي في الجي في الاتش بتاع الوتر زائد البي اي هيساوي الرو بتاع الوتر في الجي في الاتش ووتر الناحية التانية زائد الرو بتاع الاويل في الجي في الاتش اويل زائد البي اي. فالبي اي هتروح مع البي اي اللي هنا، يتبقى لي الرو ووتر بقى اللي هي 1000 في الجي اللي هي مدينا الجي، ولا كده كده الجي هتروح مع الجي هتروح مع الجي، فانا مش محتاج اتش ووتر هنا اللي هو ب16. تمام. بيساوي ماشي، بيساوي الرو بتاع الوتر اللي هي ب1000 في الاتش ووتر اللي احنا عايزينها زائد الرو بتاع الاويل اللي هو مديهولي 800 في الاتش بتاع الاويل اللي هو كام؟ 10. الاول 800 في 10 دول 8000، نوديهم الناحيه التانيه كده. تمام. هنا 1000 في 16 يعني 16000، فيبقى كده معايا 16000 ناقص 8000، كل ده بيساوي 1000 اتش ووتر. 16 ناقص 8 يدينا 8000، او نيجي رايحين على طول كده رايح دماغنا نقسم هنا على 1000 ونقسم دول كده على 1000. فكده الاتش ووتر هيطلع بكام؟ هيطلع ب8 سنتيمتر. فالإجابة الصحيحة رقم 1. سؤال 9 بيقول لي إذا كان ضغط غاز محبوس هو 1/10 اي تي ام، فإن ضغطه بوحدة السنتيمتر. يبقى ناخد 1/10 دي نضربها في بتاع السنتيمتر اللي هو 76 على 1 اي تي ام. تمام. القيمة اللي هو مديها لي في المحول إليه على المحول منه، يبقى هنا نقدر نقول 1/10 في 76 على الواحد، فيطلع لي الناتج كام يا دكاترة؟ 7.6. 7.6. تمام. ده بوحدة السنتيمتر. إذا رفعت درجة حرارة كمية معينة من غاز بمقدار 20 درجة، فإن الارتفاع في درجة حرارة الغاز على التدريج كلفن. الارتفاع في السيليزيوس بيساوي الارتفاع في الكلفن، فيطلع لي برضو 20 كلفن. سؤال 11 بيقول لي الشكل المقابل يوضح أنبوبة شعرية منتظمة المقطع تحتوي على خيط زئبق يحبس كمية من الهواء ضغطها 78. يبقى ضغط الغاز هنا تمام بيساوي كام؟ 78 سنتيمتر زئبق. هو ضغط الغاز بيساوي بيساوي الاتنين دول زائد البي اي. طيب لما اشيل منهم الاتنين يتبقى 76، يبقى كده البي اي طلع بكام؟ ب76 سنتيمتر زئبق. يعني كده 76 زائد الاتنين يديني كام؟ ال78. فهنا ضغط الهواء المحبوس اذا وضعت الانبوبه راسيا وفتحتها لاسفل. يعني لو حطينا الانبوبه كده راسي وفتحتها فين؟ لاسفل.
ده الزئبق اللي هو 2 سنتيمتر، وده الغاز المحبوس. كده كده الضغط الجوي جاي من هنا، قيمته مش هتتغير، اللي هي 76 سنتيمتر زئبق. بس كده ال 76 سنتيمتر زئبق بتساوي 2 زائد البي بتاع الغاز. نود 2 الناحية التانية، يبقى كده البي بتاع الغاز هيساوي 74 سنتيمتر زئبق، فالإجابة هنا رقم ألف. سؤال 12 بيقول لي كمية من غاز حجمها، الحجم بتاعها VOL1 تحت ضغط، يبقى ده الضغط بتاعها 10 سنتيمتر زئبق، فإذا أصبح ضغطها ده الضغط الجديد. ثبوت درجة الحرارة ده يعني قانون بويل، فإن حجمها يساوي. طيب أنا أقدر أقول الحجم الجديد اللي هو طالبه مني على الحجم الأولاني بيساوي B1 على B2. العلاقة عكسية في قانون بويل ما بين الحجم وما بين الضغط. فالحجم التاني اللي احنا محتاجينه على الحجم الأولاني اللي هو كان ب150 بيساوي الضغط الأولاني اللي هو ب10 على الضغط التاني اللي هو ب30. طرفين في وسطين، 150 في 10 يعني 1500 على ال30، يطلع لنا الناتج ب50 سنتيمتر تكعيب. فهنا الإجابة رقم ألف. سؤال 13 بيقول لي من الشكل المقابل الكثافة النسبية للسائل إكس تساوي. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هي الكثافة النسبية معناها كثافة السائل على كثافة الماء. ففوق السطح الفاصل ده احنا هنحط ارتفاع الايه، المية على ارتفاع السائل. ارتفاع المية اللي هو بكام؟ 9 سنتي. ارتفاع السائل اللي هو بكام؟ 10 سنتي، يبقى الكثافة النسبية 9/10. فالإجابة الصحيحة رقم كام؟ رقم ب. سؤال 14 عند التأثير بقوة ما على المكبس الصغير لمكبس هيدروليكي متزن، فإن نسبة مقدار إزاحة المكبس الكبير، المكبس الكبير دايما الإزاحة بتاعته واي 2 بتبقى أقل من واي 1، تمام؟ إلى مقدار إزاحة المكبس الصغير تكون أقل من الإيه؟ أقل من الواحد. كمية من غاز حجمها VOL درجة حرارتها المطلقة T تحت ضغط B، فإذا رفعت درجة حرارتها إلى 3 T وزاد ضغطها 2 B فإن حجمها، ده القانون العام بقى للغازات اللي هو B1 فوليوم 1 على T1. هنا طالما مفيش حاجة ثابتة كله بيتغير، يبقى ده القانون العام للغازات بيساوي B2 في فوليوم 2 على T2. تعال نشيل كل حاجة بقى ونحط القيمة بتاعتها. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. B1 كانت بي، طب فوليوم 1 كانت BVOL، تمام. طب T1 كانت بتي بس، بيساوي، فإذا رفعت درجة حرارتها إلى 3 تي، تمام، وزاد ضغطها إلى 2 بي، فاحنا عايزين الحجم الجديد. التي دي هتختصر مع التي دي، والبي هنا هتروح مع البي هنا، يبقى كده 2 على 3 فوليوم 2 بيساوي فوليوم 1. نودي التلاتة فوق وننزل الاتنين تحت، يبقى في او ال 2 هتساوي 3 فوليوم على الاتنين، 3 على الاتنين فوليوم، يبقى الإجابة الصحيحة هنا رقم ب. سؤال 16 بيقول لي مكبس هيدروليكي مساحة مقطع مكبسه الصغير ده الاسمول ومساحة مقطع مكبسه الكبير ده اي كابيتال، إذا أثرت قوة اف، قوة 50 نيوتن على المكبس الصغير فدي الاف سمول، فإن أكبر كتلة يمكن رفعها بواسطة المكبس الكبير بتأثير تلك القوة بحيث يكون المكبسين في مستوى أفق واحد. بص بقى، اف كابيتال على اف سمول بتساوي اي كابيتال على اي سمول، ده لما يبقوا في مستوى أفق واحد. دلوقتي هو طالب الكتلة مش طالب القوة الكبيرة، فالكتلة دي لما نيجي نفكها نحط ام كابيتال في عجلة الجاذبية. اف سمول هو مديها ب50، اي كابيتال مديها لي ب400، سمول مديها لي ب5، تمام. طيب الجي مديها لي ب10، فاحنا نضرب دول في بعض على دول في بعض عشان نجيب الكتلة. يبقى كل اللي هنعمله هنضرب 400 تمام في 50 على 5 في 10 ب50، يبقى الناتج هيطلع لي 400 كيلو جرام، فالإجابة رقم ب. سؤال 17 بيقول لي من الشكل المقابل إذا علمت أن الضغط الجوي بي إيه فإن الفرق بين الضغط الجوي وضغط الغاز دلتا بي، تمام. طيب هو الضغط الجوي هنا بي إيه، هنا شوية الزئبق زائد الغاز، يبقى كده البي إيه بيساوي الاتش زائد البي غاز.
طب الاتش دي هو كاتبها لي رو في جي في اتش، يعني الضغط بتاع شوية السائل دول رو في جي في اتش. هو بيقول لي فإن الفرق بين الضغط الجوي وضغط الغاز، نجيب دي ناحية بعكس الايه الإشارة، يبقى بي ايه ناقص البي بتاع الغاز هيساوي الرو في الجي في الاتش. تمام، رو في جي في اتش، فالإجابة الصحيحة رقم ألف. ده بالنسبة لسؤال رقم 17. سؤال 18 بيقول لي إذا كانت النسبة بين نصفي قطري اسطوانتي المكبس الهيدروليكي 7/3 فإن الفايدة الآلية. هي الفايدة الآلية اللي هي إيتا بتساوي نص القطر الكبير تربيع على نص القطر الصغير تربيع. 7 تربيع ب49، 3 تربيع ب27، سوري ب9. تمام، فيطلع لي ناتج 49/9، فالإجابة رقم ج. أنبوبة اختبار بها غاز تم إغلاقها في الاس تي بي. الاس تي بي ده معناه إن درجة الحرارة 0 سيليزيوس، نزود عليها 273 تبقى 273 كلفن. تمام. طيب درجة الحرارة بقى، أنا عندي هنا الضغط بالتور، عشان أنا شفت كلمة تور، الضغط هنا بالتور في الاس تي بي بيساوي 760 تور، ده في الاس تي بي. فإذا رفعت درجة حرارتها بالمقدار 100، يعني درجة الحرارة التانية هي كانت 273 بالكلفن، نزود 100 يبقى 373 درجة كلفن. مع ثبوت حجم الغاز، الحجم ثابت يبقى ده قانون الضغط. فإن الضغط يصبح يعني البي 2 على البي 1 العلاقة طردية مع درجة الحرارة تي 2 على تي 1. بي 2 احنا عايزينها، طب بي 1 أصلا 760، طب تي 2 373 ده درجة الحرارة التانية، طب تي 1 273، طرفين بقى في وسطين، فنجيب الضغط على طول. يبقى 373 في 760 على 273 يطلع لنا الناتج 1038 و4، فالإجابة الصحيحة هنا رقم د. سؤال رقم 20 بيقول لي الشكل المقابل يوضح اسطوانة منتظمة المقطع مزودة بمكبس قابل للحركة، يحبس كمية ثابتة من غاز إذا كان المكبس عند A وتحرك ببطء مع إلى B مع ثبوت درجة الحرارة، فإن ضغط الغاز داخل الاسطوانة نقط. هو هنا الحجم هنا أو الطول هنا قد هنا مرتين. تمام، تحرك ببطء من إلى B، هو لما يتحرك ببطء من A أو بطء إلى B إذا كان المكبس عند A وتحرك ببطء إلى B، وهنا كان في 10 كده لما يتحرك كده. تمام، هنحبس كمية ثابتة من الغاز، مش لا هو الغاز اللي محبوس هنا، هو هنا في غاز واحد بس، مفيش غاز على الجنبين يعني. لما نحرك ده كده الناحية دي، تمام كده الحجم هيزيد إلى 3 أمثال، يعني كان بواحد بقى ب3، كان ب10 بقى ب30، كده زاد إلى 3 أمثال. الضغط يقل للثلث. تمام، فالضغط يقل إلى إلى الثلث، لأن كده الحجم هيزيد 3 أمثال، لما دي تيجي الناحية دي فالغاز اللي هنا ده حجمه بعد ما كان 10 هيبقى 30، زاد 3 أمثال، فالضغط يقل إلى إلى الثلث. سؤال 21 بيقول لي علل الكثافة النسبية ليس لها وحدة قياس لأن هي النسبة بين كميتين متماثلتين. الكثافة النسبية دي تمام بتساوي كثافة السائل على كثافة الماء، دي بالكيلو جرام على متر تكعيب، ودي كيلو جرام على متر تكعيب، فيروحوا مع بعض. أو كتلة السائل على كتلة الماء برضو كيلو جرام على كيلو جرام هيروحوا مع بعض. أو حجم الماء على حجم السائل برضو متر تكعيب مع متر تكعيب هيروحوا مع بعض. الكتل هنا لما احط كتله على كتله يبقى الحجم ثابت، لما احط حجم على حجم يبقى الكثافه يبقى يبقى الكتله ثابته. هنا مديني الضغط وهنا مديني الاتش، بيقول لي عند عده نقاط تقع في باطن سائل، فاحنا عارفين ان الضغط اللي هو البي بيساوي الرو في الجي في الاتش، ده الافقي ده الراسي يبقى الميل رو جي. تمام، احسب قيمه الكثافه، يبقى الرو في الجي اللي هو الميل بيساوي، بنجيب الميل ازاي؟ قيمه من الراسي على قيمه من الافق، 20 على 20 فيها الواحد. تمام، بس ما ننساش واحنا بناخد ال20 اللي فوق ديت انها مضروبه في 10 اس كام، 10 اس 2 على الواحد اللي تحت بالسنتي، يبقى في 10 اس -2، 20 يعني اللي تحت في 10 اس -2 عشان دي بالسنتي. طيب 20 تروح مع ال20، 10 اس -2 لما تطلع فوق بقى الناتج 10 اس كام، 4، يبقى كده الرو جي في 10 اس 4. طب لما نشيل الجي ونحط قيمتها اللي هو مدالي ب 10 ونقسم هنا على 10 ونقسم هنا على 10، تمام، يبقى كده الرو هتطلع ب1000 اللي هي 10 أس 3 كيلو جرام على متر تكعيب.
سؤال 23 بيقول لي انبوبه منتظمه المقطع على شكل حرف يو، ملئت جزئيا بماء ثم صب في احد فرعيها كميه من الزيت، فانخفض سطح الماء بمقدار 2 سم. احسب ارتفاع الزيت فوق مستوى السطح الفاصل الماء عند الاتزان. يبقى دي الانبوبه ذات الشعبتين اهي. تمام. الانبوبه كان فيها ميه، فكنا صبنا هنا زيت. نفترض الميه في الاول كانت لحد هنا، الزيت نزل شويه دول انخفض بمقدار 2 سم، يبقى كده هنا الميه ارتفعت في الحته دي بمقدار 2 سم. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الشويه دول لما نزلنا لتحت شويه دول 2 سم، يبقى كده دول 2 سم زيهم، فالميه ارتفعت هناك كام؟ 2 سم. احنا بقى بنيجي رايحين عاملين السطح الفاصل اهو اللي هو هعمله لك بالاسود ده. هنا اتش للاويل مش عارفها زائد ال 2 سم اللي الزيت نزلهم تحت، فمفروض ان الرو اويل على الرو ووتر هيساوي الاتش ووتر على الاتش اويل. الرو اويل كان ب 800، بتاع كثافة الووتر كانت ب 1000. اتش ووتر بقى احنا عرفنا ان هي ايه، في 2 سم نزلناهم اهم وطلعنا قصادهم 2 سم، يعني كانت ب4 على الاتش اويل. الاتش اويل دي اللي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن نجيبها كلها على بعضها وخلاص. الاتش اويل وهذا ارتفاع الزيت كله، يبقى 1000 في 4 ب 4000 على 800، يبقى كده 4000 على ال 800، يطلع لنا الناتج 5. يبقى كده اتش اويل بيساوي كام؟ 5 سنتيمتر، ده الارتفاع بتاعه فوق السطح. سؤال 24 بيقول لي فقاعة من الهواء على عمق 40 متر من سطح بحيرة ارتفعت الأعلى حتى وصلت إلى السطح فأصبح حجمها 4 سنتيمتر تكعيب، ده اللي فيه ال 2. احسب حجم الفقاعة عند العمق الأول بفرض ثبوت درجة حرارة ماء البحيرة. والله الفقاعة وهي تحت كان لها حجم في او ال، الضغط اللي فوقها هنا في بي اي زائد الرو في الجي في الاتش. طب لما طلعت فوق أصبح حجمها 4 سنتيمتر تكعيب ومفيش حاجة بتضغط فوقها غير بي اي بس، يبقى الحجم تحت في الضغط وهي تحت كان فوقها المية رو جي اتش زائد كمان الضغط الجوي. طب لما طلعت فوق بقى الحجم الجديد 4 بس مفيش فوقها غير البي اي بس. تعال نشيل بقى كل حاجة كده ونحط قيمتها. الرو عندي ب1000 بتاع المية، في الجي ب10، تمام، في الاتش هو قايل على عمق كام؟ على عمق 40 زائد البي اي اللي هو ب1.13 في 10 أس 5، تمام، والبي هنا في 1.13 في 10 أس 5. كل اللي اعمله الرقم ده كله اسحبه تحت هنا، يبقى اقسم على 1000 في 10 في 40، تمام، زائد 1.13 في 10 أس 5، تمام. كل دول بقى نقسمهم كده على بعض ونطلع الناتج، يبقى 4 في 1.13 في 10 أس 5 على 1000 في 10 في 40 زائد 1.13 في 10 أس 5، يطلع لنا الناتج 8/10. يبقى وهي تحت كان الحجم بتاعنا 8/10، تمام. هو أهم حاجة بس أنا عايزك تكون فهمت الفكرة، واحنا فوق الحجم زاد والضغط بي اي بس، واحنا تحت الضغط رو جي اتش زائد البي اي والحجم، تمام، احنا عايزين. فتضرب ضغط في حجم، ضغط تحت في الحجم اللي تحت بيساوي الضغط فوق في الحجم اللي فوق عشان ده قانون بويل، وطلع الناتج وتأكد احنا مطلعين الناتج ده صح ولا غلط. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.